السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. المغرب يرفض دعوة جنوب إفريقيا للمشاركة باجتماع بريكس لهذه الأسباب. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. نفى المغرب السبت تقديمه طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية، معلنا مقاطعته للقمة 15 لبريكس التي تحتضنها جنوب إفريقيا في 22 من أغسطس الجاري. وانتقد المغرب بشدة سياسات جنوب إفريقيا، قائلا إنها أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة ومواقف سلبية ودغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر وصفته بالمأذون من وزارة الشؤون الخارجية. وذكرت الوكالة المغربية نقلا عن المصدر الرسمي أن المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن بريطوريا ضاعفت على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الإفريقي من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب. وتابع المصدر نفسه أن الدبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث، مشيرا إلى الخروقات البروتوكولية المعتمدة والاستفزازية التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. وكانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقيا ناليدي باندور كشفت على هامش مؤتمر صحفي مؤخرا عن قائمة تتضمن أسماء عدة دول بينها المغرب، قالت إنها أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية. وهاجم المصدر المأذون للوزارة الدبلوماسية جنوب إفريقيا قائلا إنها منحت مرة أخرى لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول بريكس دون استشارة مسبقة. وتابع: الأسوأ من ذلك يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة بريكس. ولم توضح الوكالة الرسمية الكيانات المقصودة، لكن جنوب إفريقيا معروفة بدعمها لجبهة البوليزاريو التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي أكتوبر من العام الماضي استقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي في بريطوريا، حيث أكد له دعم حكومته الحازم لما وصفه بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها الجبهة من طرف واحد. ورغم مقاطعة الرباط اجتماع بريكس المنعقد في جوهانسبورغ، إلا أن المصدر الوزاري قال للحكومة الرسمية إن المغرب يقيم بالتأكيد علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربط بثلاث منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. وأكد أن المملكة تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة أو خلق سوابق قد تنقلب في يوم من الأيام على المبادرين إليها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.